نايف مشهور قد حضر هذا المؤتمر، وبعد نهايته حاصر المدرب الدكتور ديمتري مدرب الاتحاد وسأله عن فريقه. مدرب الاتحاد ديمتري قدم ثناء واسعا إلى الثنائي الوطني الذين يقفون بجواره في دكة الاحتياط. Trying your best. I think we start very good. يقول لك شيء طبيعي، فريق كرة القدم بيتعرض للخسارة أو الفوز أو التعادل، هذه حال كرة القدم. يقول لك أكيد إحنا ما كان عندنا الإعداد الجيد بالنسبة للموسم هذا، لكن الحمد لله قدرنا في كأس آسيا نلعب مباراتين قوية وقدرنا نتأهل إلى دوري الأربعة. عندنا مباراة حتكون على أرضنا إن شاء الله مع الفريق الأنصاري، نحاول نبذل فيها قصارى مجهودنا مع اللاعبين إنه نحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله تقدر نكمل فيها في الدوري. لكن يقول لكم هذه كرة القدم، الفرق العالمية كلها بتخسر، ريال مدريد، أرسنال، أغلب الفرق العالمية بتخسر في كرة القدم، فهذه يعني شيء وارد يعني. And our job is very difficult. Something else I would like to mention. هو صراحة بيقول يعني أنا بدي أوضح شيء أو بدي أوضح نقطة. يقول أنا أحب يعني أوضح المجهود اللي بيقوم به سواء حمزة إدريس وحسن خليفة معي سواء في الترجمة أو حتى كمساعدين مدربين، لأنه عندهم معلومات كبيرة عن الدوري السعودي وعن الفريق الاتحاد بالذات، فبيمدوا لي بمعلومات كثيرة وهم خير عون لي صراحة في الفترة هذه. يقولوا احنا بنلاحظ في الكاميرات والصور لأشخاص كثير، لكن احنا ما بنشوف حسن وحمزة كثير في هذا، لكن أنا حبيت إنه بس أحطهم في الصورة مرة ثانية بحكم إنه الشيء اللي قدموه لي صراحة. Incredible hard working and trying to make something for the future of the club. يقول لك اكيد بالنسبه للاعبين الشباب اللي قلت سماهم او انت سميتهم في البدايه، يقول لك هذول تقريبا لنا احنا شهرين او 3 شهور بيشتغلوا معانا صراحه، بيأدوا اداء جيد من خلال التمارين، من خلال حضورهم الجيد من خلال التمارين. يقول لك لكن انا بتحين الفرصه المناسبه حتى اقدر ازوج فيها، ما اقدر ازوج فيهم في اوقات صعبه اللاعب ما حيظهر في مستواه كويس فيبدا يتحطم ويبدا يبتعد عن الفريق الاول. فيقول لك لا، انا بتحين الفرص المناسبه لهذول حتى اقدر ازوج فيهم في اوقات معينه الفريق يقدر يشيلهم فيقدموا مستويات كويسه ويقدروا يحطوا اللبنه الاساسيه بالنسبه للفريق الاول خطواتهم المستقبليه. كان الحمد لله هذه يمكن 5 أو 6 مره ارجع لنادي الاتحاد. انا نفس الشيء مع انفرد في بلجيكا، نفس الشيء في قطر، في الامارات. يقول كل ما اروح ارجع مره ثانيه، فهذا الشيء الايجابي هو اللي يبين امكانيات المدرب. لكن صعب ان انا اتكلم عن نفسي، لكن التاريخ هو اللي بيتكلم.